هو يا جماعة في راجل بيطلق مراته وهم قاعدين كده في لحظة عاطفية رومانسية؟ أكيد لأ. مش هيكونوا مثلا قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون والراجل يقوم فجأة ويقول لها حبيبتي بقولك ايه انتي طالق. لا طبعا. اغلب حالات الطلاق بتقع في لحظات الغضب، في لحظات العصبية بعد الخناقة، هي استفزتني هي نرفزتني، طب روحي وانتي طالق. وكل الستات فاهمة ان لما الراجل يتعصب مش حلو خالص ان انا اكمل الحوار، ومهم جدا ان انا انهي الحوار واقول خلاص نتكلم في وقت تاني. بس مش كل الستات فاهمة ان طريقة ان انا انهي الحوار دي مهمة جدا، وما ينفعش اي حاجة اقولها. يعني ايه؟ يعني لو جوزي متعصب وانا رحت قلت له بقولك ايه، انا مش عارفه اتكلم معاك وانت بالمنظر ده، لما تبقى تهدى وتعقل نبقى نتكلم. طبعا الطريقة دي هي أجلت الحوار وده تصرف صح، بس اسلوبها كان غلط جدا، هيخلي الراجل يشعلل اكتر، والراجل يفسرها ان ايه، هو انت شايفاني مجنون؟ هو ايه اللي لما تهدى وتعقل نبقى نتكلم؟ والحوار مش هينتهي والدنيا هتتصاعد وتشعلل اكتر. فاعمل ايه لما الاقي جوزي متعصب علشان اجل الحوار؟ هما حاجتين اتنين بس. اول حاجة ببساطة شديدة قوليله طب بص، انت معاك حق، واضح ان انت معاك حق، انا هفكر في كلامك وخلينا نهدى احنا الاتنين وبعد كده نتكلم. بس كده. كلمة انت معاك حق، يعني انت لو انت متعصب وحد قالك انت معاك حق والله في كلامك، انت هتهدى، ده مبدئيا. فكلمة انت معاك حق بتهدي. تاني حاجة، خلينا نهدى، يعني مش انت بس اللي تهدى، انت انا كمان متعصبة، مش انت بس اللي مجنون انا كمان مجنونة، احنا الاتنين محتاجين ان احنا ايه، نهدى. بس كده. معاك حق وخلينا نهدى وبعد كده نتكلم. بس كده. نفس الكلام بالنسبة للراجل برضو، لما تبقى مراتك متنرفزة قوي وانت عايز تأجل الحوار لوقت تاني، ما تقولهاش ايه، بقولك ايه، لما تبطلي الهبل اللي انت بتقوليه وتبطلي الجنان وتعرفي تتكلمي عادي نبقى نتكلم. برضو دي هي هنا مش هتنهي الحوار ولا هتأجله، بل بالعكس هتشعلل فيك اكتر. ليه وانت شايفني بشد في شعري؟ لا بقى احنا هنتكلم ودلوقتي. لكن لو قلت لها انت معاكي حق وانا هفكر في كلامك وخلينا نهدى وبعدين نتكلم، بس كده الدنيا هتهدى خالص. ممكن حد يقول لي بس هو ايه اللي نهدى ونتكلم ده؟ انا ببقى على اخري وببقى عايزه اولع في مراتي وببقى عايزه اديها كده بالبوكس في وشها وببقى مش طايق نفسي، ده انت رايقه قوي. هو ايه اللي يا حبيبي خلينا نهدى ويا حبيبتي خلينا نهدى؟ ايه الروقان ده؟ والله يا جماعة هي مش روقان، بس هي الحياة كلها محتاجة مجاهدة، يعني احنا في الدنيا بنجاهد حاجات كتيرة قوي، واصعب انواع الجهاد انك تجاهد نفسك، دي معروفة. فلازم اتعلم اتحكم في نفسي. كظم الغيظ مش سهل، كتير بنبقى عايزين نولع في اللي قدامنا، بس ما ينفعش. لو عايزه احافظ على بيتي ما ينفعش. هو انت لما مديرك يقولك كلمه تعصبك انت بتروح تديله بوكس في وشه وتديله قلمين كده؟ لا، انت خايف على اكل عيشك، فبرضو بيتك خاف عليه. خافي على بيتك، اتحكمي في اعصابك. ما فيش حاجه اسمها لا ما اصل انا عصبي بطبعي ومسكتها طلقتها وانا ما بقدرش امسك نفسي. ما ينفعش. ما ينفعش اسيب علاقتي بمراتي او علاقتي بجوزي فريسه لردود الافعال اللي مش مظبوطه وللتصرفات اللي مش محسوبه وارجع اقول اصل انا كنت متعصب. اللي عايز يحافظ على بيته ما يوصلش للطلاق لازم يتعلم ازاي يتحكم في نفسه.